هنجيب بقى ميه مغليه وهحط فيها بصلايه كده اسمها نصين، وهحط اربع ورقات كده من اللورة، وهنزل بقى بالفراخ. الفراخ دي طبعا انا غسلاها حلوة قوي وعامله لها محلول النقع وبعدين صفيتها. عشان تاخدي تطعيمة شوربة حلوة لازم تعملي اللي انا بقولك عليه ده. هننزل بمعلقة ملح ونص معلقة من الفلفل الاسود، ومعلقة الملح ممكن تكتر شوية. احنا بعد ما تستوي هندوق. خلاص هنغطي بقى ونسيب الفراخ لمدة ساعة الا ربع عقبال ما تستوي. هنعمل مع بعض هنا بقى ايه، هنعمل الرز بشعرية اللي هو عبارة عن ايه. حطيت سمنة على زيت، انا بحب في الرز بشعرية تطعيمة السمنة على الزيت كده بيبقى طعمه حلو قوي. وهننزل بكوبايتين من الشعرية، عايزة اقل اكتر براحتك. انا هنا عامل كوبايتين رز فانا بحب الشعرية قد الرز. خلاص طبعا الرز ده مغسول حلو قوي ومتصفي. هنشوح بقى كده حلو قوي لغايه اما يسخن معانا كده، نحس ان هي كده كده الشعريه سخنه، نحس ان ايه الرز ايه سخن معانا. هو يعني دي تركية ان الرز يطلع معاكي مفلفل، التشويحه دي هي اللي بتطلعه مفلفل. هننزل بمعلقتين من الملح الممسوح. كل كوبايه رز بشعريه بتاخد معلقة صغيرة من الملح الممسوحة، ممسوحة عشان محدش يحدق الرز. خلاص. وهنكون محضرين 4 كوبايات من المية المغلية، وضروري هنا المية تبقى مغلية عشان ايه الرز يطلع معاكي مفلفل كده وطعمه حلو. وانزلي بمية مغلية. يبقى 4 كوبايات من المية المغلية على كوبايتين رز بشعرية. كل كوباية رز بتاخد ايه مع كوبايتين ميه. خلاص هنا الرز اتشرب معانا كده. بصوا بقى ولا لزق ولا حاجه. هنغطي بقى ونسيبه لغايه اما يكمل سواه. هنجيب بقى كيس الملوخيه، وهنا عشان تاخدي ملوخيه خضرة اكنك لسه خرطاها لازم تسيبي الملوخيه تفك تماما بنسبه 100% كده زي ما انت شايفاها. هننزل عليها بكوبايتين ونص من الشوربة. عايزاها خفيفة يبقى انزلي ب3، عايزاها اتقل من القوام ده انزلي بكوبايتين بس. هي كوبايتين ونص ده القوام المناسب والوسط يعني حلو قوي هيعجبكم. خلاص هنقلب بقى كده. هننزل بمعلقة صغيرة من الثوم والكزبرة على الني كده في الملوخية، ودوقي بقى التطعيمة دي بعد ما تنزلي بالكزبرة والثوم ني. اصلا انت ممكن تاكليها كده مش محتاجة طشة، بجد طعمها حلو قوي. بس طبعا هنا بنحبها بطشة، فانا هعمل ايه، هحط معلقة كبيرة كده من السمنة عشان الطشة بتحب السمنة. مش معنى كده ان لو ما فيش سمنة مش هنعملها، لا بتمشي بالزيت بس هي بتبقى طعمها حلو يعني بالسمنة. خلاص. هننزل بمعلقة توم كبيرة ونشوح بقى معلقة التوم كده في السمنة لغاية اما ايه ياخد معانا لون ذهبي. ما تغمقيش التوم عشان ما يبوظش الملوخية او يمرر، لا احنا مش ايوه يعني هو ياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده اللون الذهبي الفاتح. هننزل بمعلقة كبيرة بقى من الكزبرة ونديها تقلبتين 3 كده تشم ريحة الكزبرة كده مع الثوم. خلاص كده الطشة بقت جاهزة معانا. هننزل بقى بيها على الملوخية. هنا الملوخية سخنة والطشة طبعا سخنة، عشان تسمعي صوت الطشة كده لازم يبقوا الاتنين سخنين مع بعض. مش هنسيب بقى ولا معلقة من الطشة كده. هننزل بيها كلها على الملوخية ونقلبها وخلاص كده هي الملوخية جاهزة معانا. بقى هنقفل على النار ونصبها وكده تمام قوي. تعالوا نعمل شوية لسان عصفور كده هنشوحه في زيت لغاية ما ياخد معانا اللون الذهبي كده. هننزل بقى بيه على الشوربة. بس انا هنا هرفع الفراخ علشان هي كانت استوت، هرفعها كده وانزل بقى باللسان عصفور اللي احنا حمرناه مع بعض واسيبها لمدة 10 دقايق كده هنلاقيه استوى معانا. خلاص هنصب بقى الملوخية. بصوا القوام اللي انا بقولكوا عليه كوبايتين ونص من الشوربة تاخدي بقى تطعيمة ملوخية تحفة. وده كان رز بشعرية بقى. بصوا طالع معانا مفلفل كده ولا لزق وطعمه تحفة. دي اكلة الطفولة يا جماعة. تهيألي مفيش حد من واحنا صغيرين ما بيحبش اكلة الطفولة، رز وملوخية وكنا بنقول كوكو. بس طبعا انا حمرت هنا الفراخ. بصوا حمرتها كده اول ما طلعت، ودول بقى شوية شوربة في القلب بجد طعمها تحفة. جربوا الطريقة اللي انا قلتلكوا عليها وبجد هيعجبكوا جدا. وبألف هنا وشفا علينا يا رب.